سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى معايا فيديو جديد، الفيديو المنتظر اللي انتوا كلكم مستنيينه، وطبعا ان شاء الله باذن الله الفيديو ده يعجبكم جدا جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده ما تنسوش تصلوا على النبي كتير قوي في الكومنتات، ولو انت لسه اول مره بتتابعيني وبتشوفوا قناتي يا ريت تنزلي حالا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتي الجديده كل ما انزل فيديو جديد. النهارده بقى هنفرش مع بعض الريسبشن والسفره، وهنظبط كل حاجه كده مع بعض ان شاء الله باذن الله، تكون شقه الخير والهنا والسعد علينا يا رب باذن الله. تنسوش بقى تدعوا لاختكم دعوه حلوه كده في الكومنتات ان ربنا كده يصلح حالي، وكمان القناه كده تكبر بيكوا وليكوا يا احلى بجد ناس في الدنيا واخوات وصحاب. وانا عايزه بقى كل الناس الجديده اللي دخلت معايا القناه جديده تنزل بقى تقول لي هي بتتابعنا من انهي بلد، علشان بجد انزل ارحب بيكوا وبتشرف بيكوا جدا وانتوا على راسي من فوق. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض ايه ريسبشن ونفرشه كده ونعمل اللمسات الاخيره. شلت بقى هنا الستاير اللي انا استغنيت عنها ومش هركبها تاني. فطبعا انا عملت تجديد في الستاير وعملت يعني عملت حاجات كتير قوي جديده. وكمان هنا حطيت النظام ده كده حطيت نظام الانتريه كده برضو. قولوا لي رايكم في الكومنتات ايه رايكم في النظام كده، وبصراحه مديني عامل زي شكل الركنه كده فمديني شكل حلو جدا. كمان شلت بقى الكسوه بتاعته، قلت ان انا يعني ايه يعني خليه كده شوية بحيث ان انا يعني افرح كده بالشقة شوية وبالنظام بتاعها وبالفرش بتاعها. هنا بقى كنت حاطة السجادة دي الولاد كانوا بيقعدوا عليها بصراحة لما اخلص فرش وكده، لان بجد تعبت جدا الفترة اللي فاتت دي. فانا كنت خلصت بقى كل الاوض، فكان بصراحة باقي الريسبشن بصراحة اخواتي الله يبارك لهم وصاحبتي ربنا يا رب يخليها لي ويديها الصحة يا رب. وبصراحة هما كانوا بيعملوا معايا، فانا قلت لهم سيبوا لي بقى الريسبشن عشان انا عايزة اصور يا جدعان، انا عايزة اصور، انا عايزة يعني ايه متابعيني واخواتي يشوفوا كل حاجة وكل تفصيلة انا بعملها. فربنا يا رب يخليكم ليا كده وتفضلوا كده سند وظهر ليا. عايزاكم بقى بجد دعمكم ليا بجد الفترة دي هيفرق معايا جدا. فيا ريت بقى تدعموني الفترة دي، لاني بجد والله النقل والتعب ده وكمان التصوير في الحر وكل ده بجد بيفرق جدا وبتعب جدا. فيا ريت بقى تدعموني وتخليكوا كده معايا وتشيروا كده الفيديوهات وتتفرجوا على الاعلانات للاخر علشان تبقوا سند وظهر لاختكم. ربنا كده يخليكوا ليا وتفضلوا كده معايا على طول يا رب. وشكرا بجد للناس اللي دخلت القناة جديدة، وشكرا ل17,000 أخت وأخ. ربنا يخليكوا ليا وتفضلوا دايما كده في حياتي أحلى اخوات في الدنيا. هنا بقى مسكت الترابيزة لمعتها كده. كمان هحط لها بقى المفرش الجديد اللي انا كنت جايباه، يا دوبك ان انا فرشته مره واحده بس في الشقه اللي انا كنت فيها قبل كده، وكنت بصراحه كده شايله كل الحاجات الجديده اللي انا كنت جبتها، فقلت هفرشها بقى في الشقه الجديده وتبقى شكلها حلو وجديد، وما لحقتش ان هي تتغسل ولا اي حاجه. فهنا بقى قلت اما لمع كده الترابيزه واخليها كده بتبرق يا جدعان والله العظيم. بصوا انا خليك كل حته بتلمع كده في الشقه الحمد لله، وكل الحمد لله كل تفصيله فيها عجباني وكل حاجه فيها عجباني. ربنا يجعلها كده وش الخير والسعد عليا يا رب وعلى جوزي وولادي، وتفضلوا كده معايا وتدعموني كده بجد علشان ايه يعني نفسي بجد القناه بتاعتي دي تكبر علشان تعبت عليها جدا جدا. و
هنا بقى فرشت السجادة التركي دي بصراحة جميلة جدا جدا، وكمان شكلها مفتح لي الانتريه ومخليهولي جميل جدا جدا. هنا بقى حطيت المفرش الجديد اللي انا كنت جبته معاكم ووريته لكم في الفيديوهات قبل كده. هبتدي ان انا بقى احط الورد والشعر الملون دوت، بيبقى شكله حلو جدا في الكيس اللي هو الفاتح ده. كمان الفازات بتاعة الكريستال احط برضو فيها الشعر الملون دوت، وكمان الورد المجفف بيخلي كمان الشكل حلو جدا. هنا بقى بحدد بقى الكوشن بتاع الانتريه، علشان خاطر ان انا احطه كده على الانتريه. كنت حاطاه كله في كيسة، فهبتدي ان انا اطلعه بقى من الكيسة واقوم رصاه كده الرصة بتاعته الجميلة. باحب إن أنا كده كل اتنين كده أحطهم يبقى شكلهم حلو. وكمان بصوا أنا الأنتريه ده بصراحة أنا اللي عاملاه بدماغي، وشكله جميل جدا وعاجبني بصراحة، بقاله 4 سنين. فبصراحة إن أنا ببقى لما أكون أنا عاملة الحاجة بدماغي بحب الحاجة اللي أنا عاملاها جدا، حتى لو مدتها قدمت بحبها برضو مهما حصل يعني ومهما كان. يعني الحاجة القديمة ولو أنا جددتها بتكون شكلها جميل جدا وعجباني بصراحة يعني. فهنا السفرة بتاعتي برضو لما اتحطت هنا في الشقة، وكمان الستارة اتجددت وبتاع، فبصراحة لقيت شكلها جميل جدا ومع النيش، والحمد لله يا رب أنا راضية بكل حاجتي ومبسوطة بيها جدا. حتى لو هي ايه كل واحد كده يبقى راضي من جواه وقنوع كده، والحمد لله ربنا يا رب بيبارك في الحاجة. وبصراحة الحاجة بتاعتي ما شاء الله عجباني جدا والحمد لله. هي ممكن ما تعجبش الناس تانية ويقولوا ان هي قديمة، لكن بصراحة انا حاجتي بقالها 13 سنة، بس بحس ان هي جديدة وعلى الموضة. وبص طالما انا عجباني خلاص انا ما يهمنيش اي حد. و يعني بصراحة هو كل كمان واحد على قد إمكانياته كمان يعني. هو لو مفيش إمكانيات تجددي وتغيري، وفي حاجات كتير جدا أولى من حاجات إن انتوا تبصوا لها من ناحية تانية خالص، من تجديد عفشة أو من أي حاجة. في حاجات تانية كتير أولى من حاجات طبعا. فمش كل حاجة إن احنا نجددها، ومش كل حاجة لأ. طبعا ولادنا محتاجين مصاريف، العيشة بجد بقت محتاجة مصاريف كتيرة، فنبص لها من كل حتة تانية يا رب كده. وإن شاء الله بإذن الله كل واحدة فيكم تحقق كل اللي هي نفسها فيه وبتتمناه. وأنا بتمنى لكم كل حاجة كويسة، وربنا يا رب يخليكم ليا. وإن شاء الله بإذن الله كل القنوات الصغيرة بإذن الله يا رب الفترة اللي جاية دي أنا هدعمكم كلكم، كل القنوات الصغيرة اللي هي لسه مبتدئة أو اللي لسه ما فعلتش بإذن الله. ووعد مني ليكم إن أنا هخليني معاكم لآخر حاجة خالص، وطبعا بدون أي مقابل وبدون أي فلوس. أنا مش هاخد فلوس من أي حد، وهدعم كل القنوات الصغيرة. فهنا بقى فرشت المفرش السفرة بتاعي، وكنت جايبة المفرش ده من سنة بالظبط. فأنا ما كنتش بصراحة بفرش كتير لأن أنا عندي مفرشين كمان. وهنا حطيت شايلة الكحك وطبق الفاكهة، وأحط كمان البونبونيرة بتاعة الشوكولاتة. وكده يكون الشكل بتاع السفرة. يا رب كده يكون عجبكم، وكل حاجة بتاعتي بسيطة وما فيهاش أي حاجة. والحمد لله أنا راضية بكل حاجة يا رب. طول ما أنا راضية وبحمد ربنا الحمد لله، ربنا بس بيكرمني الحمد لله والله. انتوا بس قولوا الحمد لله واحمدوا ربنا على اي حاجه، والله تلاقوا بصوا ربنا بجد كرمه كبير قوي وحنين قوي. فالحمد لله الحمد لله يا رب. فهنا بقى ايه مسكت بقى المكنسه ولفيت بقى على السجاده كده من تحت السفره. بصراحه اخواتي كانوا فرشوها معايا لاني وهم اصلا ما بيظهروش. ف مسكت السجادة فرشناها مع بعض. و يعني علشان انا بصراحة ما كنتش هعرف ان انا افرشها لوحدي، ففرشتها وبعد كده صورت معاكم بقى. هنا بقى مسكت برضو الشرشوبة، جبت الشرشوبة كده هلمع بقى الحتت كلها اللي فاضية كده. السيراميك كله ما شاء الله جميل وبيلمع وزي الفل وبينضف في ثواني جدا، يعني هو نضيف جدا وبيلمع على طول ما شاء الله. فهمسكه برضو ألمعه برضو تلميعة قبل ما افرش بقى الفرش النهائي بقى لازم. بصراحة انا مكنتش هفرش كل السجاد ده، لكن بصراحة جوزي صمم ان انا افرش. فقلت مش مشكلة هفرش. وبعد يعني اصل الجو حر بجد جدا، يعني هو الدور الاخير ده بيبقى حر جدا جدا. ف ان انا فرشت برضو السجادة هنا اللي هو الكفر التركي ده حطيته هنا. لقيته بصراحة مش
ما حسيتوش هنا، ما حسيتش شكله هنا. حطيته بقى قدام السجادة اللي هي الفاتحة اللي هناك، وقمت جايبة سجادة تانية خالص هنا اللي هي ايه ورق الشجر التركي اللي انا كنت جايباها معاكو. كنت جايباها برضو دي معاكو ووريتها لكم قبل كده. كنت فرشاها هناك في الشقة التانية وغسلتها وبقت جميلة. طبعا انا كنت غاسلة السجاد بتاعه كله زي الفل. عايزة بقى رأيكم في الكومنتات. وخلصت بجد ريسبشن وخلصت. حطيت الترابيزة والكرسيين الصغيرين دول هنا بتوع تيا وكارما، وكنت حاطة المروحة تجيب لي شوية هوا. والله العظيم كنت بموت كنت بموت. انتوا ما تعرفوش انت لا يعني انا لما بكون بصور فيديو واكون بقى لابسة ومتحجبة بتكون الموضوع صعب والله. فعشان كده بقول لكم بجد يا ريت يعني تدعموني، لاني بدعم جدا جدا في الفيديوهات. ده كده الشكل النهائي. طبعا الستارة لسه في حاجات اكسسوارات لسه مركبتش من فوق، يعني كان في النهايات بتاعه المواسير كانت لسه مركبتش من فوق. فبرضو كنت بصور لكم بوريكم برضو الشكل النهائي، وباذن الله اصور لكم الستاير خالص لما تخلص برضو لما يكملها شغل. انا اصلا كنت مصوره الفيديوهات ديت، بس بصراحة في فيديوهات لسه كتير ما منتجتهاش، وان انا يعني خلاص هبتدي ان انا اخلص الشقة واقعد اظبط لكم كل حاجة باذن الله. فعايزة بقى رأيكم بقى في الكومنتات. بصوا هو شايفين تيا اقسم بالله ما بعرف اسجل منها ولا كلمة يعني بصوا بتدخل كده فجأة عليا. شايفين بقى ايه رأيكم بقى في النظام؟ عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في نظام الانتريه، لان محتاجة رأيكم جدا. وقولوا لي يعني هو كده حلو شكله كده حلو يعني الرصة بتاعته، ولا اغير النظام؟ قولوا لي في الكومنتات. وعايزة بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده يا جدعان، وشيروا الفيديو ده بجد لاصحابكم كده، عشان ان انا ايه يعني روحي كده تترفع كده وان انا اصور لكم كل يوم فيديوهات جديدة، وارجع بقى اتشجع تاني زي الاول. عايزة بقى رأيكم في الشكل النهائي وفي النظام وفي نظام السفرة كمان. طبعا انا هنا استغنيت عن البوفيه، بعته بصراحة لان في حاجات تانية انا هعملها في الشقة. وعايزة بقى رأيكم في الكومنتات ورأيكم في الشكل النهائي. وإن شاء الله بإذن الله مصوركم شوية فيديوهات هيعجبكم جدا جدا جدا. متنسوش بقى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات وكلامكم الجميل. ومتنسوش تعملوا لايكات بقى كتير للفيديو ده، وتشيروا الفيديو ده لاصحابكم وحبايبكم. وكمان الناس اللي على الفيسبوك يا ريت تعملوا متابعة وتشيروا بقى الفيديو ده لكل اصحابكم وحبايبكم. ان شاء الله باذن الله استنونا فيديوهات حلوه كتير جدا جدا الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.